ان شاء الله ترجع. ما قلت الناس هذوما الدواء البريمي، فما ناس بريمي ويحبوا يرجعوا ما يدخلوا للشعب كما الادويه بالضبط اللي انتهت مده صلاحيتها، ولا بعض الاغذيه التي انتهت مده صلاحيتها هم انتهت ايضا مده صلاحيتهم، ولذلك تراهم يتخبوا. وثم الحملات المسعوره نتاع الناس المأجورين وعملاء للخارج ولجهات المشبوهه لضرب الدوله التونسيه يتحدثوا اليوم عن القضايا المتعلقه بالافارقه. نحن اثرنا على انفسنا وقت في الكوفيد نوزعوا الادويه ونوزعوا على الافارقه، ونحن نعتز بانتمائنا الافريقي، ولكن هم بطبيعه الحال تاويلهم اليوم هم يحبوا يغيروا التركيبه الديموغرافيه لتونس وترتيب وخذاو فلوس كما خذاو فلوس في عديد القطاعات الأخرى لضرب الدولة التونسية ولضرب الشعب التونسي وضرب انتمائه. معنى العملية ما تتعلقش هما بريمي وما زالوا يحبوا يكونوا عندهم او يتصوروا انهم دوام. السيد الرئيس حبوا دوام الامن القومي في الحمله نتاعو ليل ونهار. السيد الرئيس بالله السيد الرئيس السيد الرئيس عاونها يا ربي يعاونكم معاه. هذا واجب يرحم والديك. تحدثوا عن المؤسسه واداره المؤسسه وقطاع حيوي يتعلق بالادويه. نعم. بالنسبه للمسؤوليات ستحدد فيما بعد، وكل من اخطا بطبيعه الحال يتحمل مسؤوليه الخطا بتاعه. نعم. ما نتحدثش عن اللجان المتناصفه ولا نتحدث عن الاشخاص. نعم. وهذا تفتح لان تفتح أيوه. بيريمي كل والبيت الاخرى اللي مغاديك كلها بيريمي. من مليار 2 مليار ما تطلعوش. علاش ما تطلعوش؟ سيد الرئيس هذه الانسباسه نتاعنا يتباع لكتافون برا من الشركات الخاصه، والانسباسه نتاع الزوايدي ما يتباعش. هي القضيه هذه ما يتباعش نتاع لوبيات. معناها القضيه قضيه فساد، ماهيش قضيه الامر ما لقاوش وين يدفعوا. معناها الكوارثه تلوج على الدواء في الصيدليات وما تلقاش، لانه بعض اللوبيات تحب تستحوذ على قطاع الادويه وصناعه الادويه، ومعروفه هي في العالم، ولكن في تونس اكثر فساد حتى ما كان مطابقه. هذاك لانالدو سيد الرئيس عنده 4 سنين مش موجود في البلاد. لانالدو هذا راهو التاريخ الصلاحيه بتاعه. شوفوا افريل 2020 افريل 2020 وعلاش ما توزعش في السوق؟ هذوما الناس يلزمهم يتحاسبوا. عن الخلاص الوطني، تونس تحب تتخلص من هؤلاء المجرمين، مش بالادويه اللي فاتت الاجل بتاعها والصلاحيه المده الصلاحيه بتاعها، ولكن بادويه من اراده الشعب التونسي، وان شاء الله تونس تصفي الشعب التونسي. هذا دواء مفقود في المستشفيات السيرون. المحاكم يلزم تقوم بدورها، وهذا ايضا دعوه الى القضاة باش يقوموا بدورهم وما يقوموش بدورهم امام الشعب التونسي في تطبيق القانون على الجميع كائنا من كان، يتحملوا ايضا المسؤوليه في هذه الاوضاع. معناها بالنسبه للادويه هذه المليارات الملوحه اللي وراها مجموعات من المجرمين هي اللي خلاتها ما توصلش. وكل واحد يتحمل مسؤوليته في البلاد هذه وقدام الشعب التونسي. وهذا الفساد اللي ينخر في البلاد معناها كالسرطان اللي يعربد في جسم المجتمع، ويتحدثوا بعد ذلك عن الخلاص وعن الحوار. الحوار مع من؟ ولا تو خماسي الراعي للحوار، واش عملناها الانتخابات اصلا؟ اذا كان هما الحوار باش يتحدثوا عن الحوار يجيو يشوفوا المشاكل الحقيقيه نتاع الشعب التونسي والفقر والبؤس والتهميش، ناس حتى بقايا نتاع انسان، وهما يتحدثوا في الاعلام وياخذوا في الملايين وبالاسماء موجوده اسمائهم، ومن يتجرأ ايضا على تبرئتهم فهو شريك لهم. انا اشوف الاقراص هذه علاش؟ على خاطر فما مجرمين يحبوا يسيطروا على السوق، فضلا عن ان الادويه اللي يصنعوا فيها مش مطابقه للمواصفات. هذا يا سيد الرئيس سبيتور اللي هو السكترا اللي يبيعوا فيه العبيد البر، هذا يتعدم
تاع دم. حتى واحد ما عنده في السبيطار دواء الدم الناس تموت. هذا سكترال، تلقى كل سكترال يتباع في الفارماسي سنترال، دوايانا ما تلقاهش جمله يتباع، كان هما يتباع دواء. بعض الفضاءات الاخرى تو نلقاوها ماهيش مطابقه للمواصفات، ماهيش ادويه. او في الشاطرين هنا سيد الرئيس يجيو يحكيوا لك على مشاكل شخصيه هاو طرقيه هاو مدري شنو هاو فلان دخل هاو خرج هاو مش عارف شنو وما خلوناش نخدموا. بكل صدق ثماش مجال للعمل باش تصلح وباش تخدم. لا لابد. شوف هي حرب تحرير وطني ولا بد من تحرير الوطن من كل هؤلاء الاضرار. اما والشعب التونسي باش يتراجع الى الوراء ونحن نحمل الامانه في حين هم يحملوا في الواقع كان الفكر الاجرامي لتحطيم الدوله ولضرب الوطن. هذا لابد من التصدي لهم وانتهى هذا العصر اللي يصوروا فيه. لا تاريخ الصفات ولا تاريخ المؤسسات الاخرى واللوبيات اللي قاعده تعبث باش تدفع الثمن حتى بالنسبه للعدد مش مطابقه المواصفات. مش مطابقه المواصفات. تخلي هذه المطابقه المواصفات موجوده وملوحه. اما الدواء خلاص كي يوصل برسبكتيوس يقول لك هذه ما فماش، يقعد راقد حتى يشريو هذيا بعده يدخل بيريمي او شنو اللي صاير. هذا جزء راهو قليل، معناها قليل غيظ من فيض. وهذا من الناس اللي يتكلموا بالعالم ويتكلموا من ابواق هذه المأجورة والمواقع اللي موجودة في الخارج، اللي يشوفوا الواقع التونسي افضل لهم من الخيانة، واللي مريض بالخيانة ما فيش دواء ما يبراش. لا قداش سوق؟ في الكل مقيمينهم 2.3 مليون دينار. 2.3 مليون دينار. على 5 سنوات. تشكي كل ما عنديش ما بين 2018 و 2021. والاخر ما يلقاش ما يتعشى. تم تهميش عدد كبير امانه وحتى ابقائهم في مكتب يكاد يكون مغلق وكانه سجن. ولا بد من محاسبه الجميع على قدم المساواه، تطبيق القانون وعلى القضاة ان يطبقوا القانون. واليوم دعوه المره الثالثه للقضاة وانهم يطبقوا القانون، واللي ما يطبقش القانون اللي كما البارح لا تم اطلاق السراح مجرم متخفي على مجموعة من الوثائق التي تتعلق بالاغتيالات. صحيح. والحمد لله الامن الاخذاء ارض في المحمديه والاموال 300 مليون، هذا فضلا عن عديد المؤيدات المتعلقه بقضايا اغتيال وبقضايا اجراميه، ثم يطلق سراحه. لو كان جاء المواطن التونسي سرق حق سردينه راهو بالوقت مشى يطلق سراحه. الوضعيه نتاع الصفات انا خذيت في فيفري 2022. ما عندوش برشا. الوضعيه باش نقول لك كارثيه اكثر من كارثيه يا سيد الرئيس. وصلنا هو بالفعل السرطان عافانا الله واياكم يعربد في جسم الدوله. مرة سي براتيكمون ان ايتا ميتاستازي. لابد من حل اما بالاشعه ولا بالكيمياوي للقضاء على هذه الخلايا السرطانيه الموجوده داخل مؤسسات الدوله وفي وسائل اخرى لضرب الدوله ولضرب الوطن وللتنكيل بالمواطنين. ولا بد ايضا من محاسبه هؤلاء امام الشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع. معنى اللي ترى الاموال هذه اللي متسبب فيها يتحمل مسؤوليه. وثم ناس اللي تم تهميشهم ويحطوهم في المكاتب، تقريبا مكاتب ما ترفعش حتى مكتب عقابا له لان دخل في بقعه فلان وما يعرف شيء، وفي عديد المؤسسات الاخرى. اي علاش الباراسيتامول ما هو نتاع لي فيرالجون. الباراسيتامول نتاع تونس ما يداويش. نتاع الصفات باش نتكلم عليه ما يداويش. معنا واحد راسه يوجعو ياخذ طابع الرئيس يرجع اللي فيرالجون كي تاخذه من الخارج بعد ساعه توفى الاوجاع لانه مش مطابق للمواصفات. وهذا اجرام. نعرفوا صناعة الأدوية وعالم الأدوية في العالم، وحتى الأدوية اللي تجينا من الخارج مش نفس الأدوية اللي توزع في دول أخرى. نعرفوا هذا، ولكن عندنا الإمكانيات للتصنيع وباش تكون مطابقة للمواصفات، وعندنا كفاءات عليا قادرة أيضا على صناعة الأدوية.
يوم يطلبوا فيهم في الخارج التونسيين الاطباء والصيادله والمهندسين اللي حتى للابقاء على تونس في الوضعيه هذه. كل خطوه اخطوها حسيبي الله وحسيبي الشعب، ولا اخاف في الحق لومه لائم. وجيت لهنا الموقع هذايا لاني يلزم المسؤوليه حتى من ذلك، ولا بد الكل تتكاتف الجهود مع بعضنا لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ الوطن والكل شركات مربحة. وتونس راهي تنجم تكون من تونس الشركات الوطنية الكل رابحة. علاش خاسرة؟ علاش خاسرة؟ كانت في مسألة علاش خاسرة؟ فما قطاعات اللي تم المرافق العمومية، القطاع الصيدلة وقطاع الطب ولا المستشفيات الى اخره، لابد من توازن، ولابد هناك الصناديق نتاع الضمان الاجتماعي ولا الكنام الى اخره والسي ان اس الى اخره. لابد ايضا